السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب سينيور 1 الانتجريتد ساينس، وصلنا خلاص تقريبا لاخر فيديو. اخر فيديو ده انا بعمل فيه ايه؟ بحل اهم 5 امتحانات في المنهج، اللي هم ال5 امتحانات اللي موجودين في اخر كتاب المعاصر. تعال نحل سؤال سؤال. هنشوف البي دي اف بتاع المعاصر، حطه قدامك واقرا معايا سؤال سؤال كده وتمزج واحنا بنحل يا شباب. يلا نبدا. اول سؤال واول امتحان معانا بيقول لك a food chain include predatory fish, algae, zooplankton and small fish. What happens after the consumption of predatory fish to small fish in a great number؟ اول حاجه تعالى نرسم الرسمه وافكرك ان ادي الالجاي، حلو، بعد كده الزو بلانكتون، وبعد كده السمول فيش، وبعد كده اللارج فيش. حلو. قال لك ايه اللي هيحصل لو ده حصل اكل كتير من ده لده؟ هتقول لي يا دكتور لما ده يتاكل ده عدده هيزيد وعليه ده عدده هيقل. ماشي يا دكتور، تعالى ندور ان الزو بلانكتون هتزيد والالجاي هتقل. الزو بلانكتون هتزيد والالجاي هتقل، دي صح. الزو بلانكتون هتديكريز اكيد لا. الزو بلانكتون والالجاي هيديكريزوا لا. الزو بلانكتون والالجاي هينكريزوا برضو لا. Which of the following correctly describe the wind between two regions and the atmospheric pressure at them؟ لو انت فاكر يا صديقي الصدوق، احنا كنا بنقول ان حركة الرياح او الويند سبيد كانت بتعتمد على فرق الضغط. يعني ايه فرق الضغط؟ يعني ضغط عالي وضغط واطي. لو الضغط عالي جدا فهيزق بسرعه جامده جدا وقوه جامده جدا، فالضغط هيبقى عالي، فالويند سبيد هتبقى بتمشي بسرعه جدا. طب لو الضغط واطي او الفرق في الضغط واطي، قال لك لو الفرق في الضغط واطي هيمشي كويند سبيد، هتبقى ماشيه نسيم وبالراحه. حلو قوي الكلام ده كله. فبيقول لك هل الويند سبيد از هاي whenever the difference in the atmosphere between the two regions is small؟ اكيد لا، لازم يبقى هاي على هاي. هل the wind speed is low whenever the difference in atmosphere pressure between two regions is small؟ تمشي يبقى اللو مع السمول. ليه؟ ان انا قلت لك هو لو الفرق قليل هيمشي الهواء بالراحه. سؤال جميل وسهل. يلا نشوف السؤال اللي وراه. Ray fish can live in deep depths under high pressure water pressure because they have. حلو قوي. احنا هنا بنتكلم على الايه؟ الديب ديبس. والديب ديبس دي كنا بنتكلم على الراي، واحنا كنا قايلين ان الراي دي مميزه بحاجه مهمه جدا اللي هي الكارتليجينس سكيلتون، اللي هو الغضروف. فانا دلوقتي عايز اختار يا اما كارتليجينس دي يا اما كارتليجينس دي. قال لك بقى تعالى نتكلم على الليفر. حلو. هل الليفر في هاي اماونت اوف اويلز ولا لو اماونت اوف اويلز؟ لو انت فاكر قلنا ان كل ما الديب ما بيزيد كل ما بيكون الميكانيزمات اكتر، فبيكون الكبد بتاع الحوت بيطلع بكمل فيه كميه زيوت عاليه جدا عشان يقدر يقاوم البريشر، فتبقى هاي اماونت اوف اويلز. والاجابه يا دكتور هتكون دي. A student has recorded statement about some of the atmosphere layers as follows. تعالى بقى يعني هنمسك واحده واحده ونتكلم على واحده واحده مين فيهم اللي يمشي. اول حاجه بيقول لك اللي عنده اقل تمبريتشر ده الميزوسفير. حلو. ده اللي الموست ميديتورز او الميتورز بتحترق فيه، قال لك الميزوسفير. حلو. قال لك اللي بيستخدم في الوايرلس، هتقول لي الايونوسفير. هتقول لي يا دكتور اللي موجود فيه الاير بلانز فلايت ده كان الاستراتوسفير. قال لك بقى تعالى نشوف الاسئله. بيقول لك which of the previous statement are applied to the mesosphere layer. اللي بيسال على الميزوسفير يا شباب، اللي بيسال على الميزوسفير يا دكتور اكيد هيكون الام والام، هتبقى يا دكتور لاير 1 ولاير 2، يبقى الاجابه 1 و2 هتبقى الاجابه يا دكتور سي. in iron and steel industry، في صناعه الحديد والصلب، iron is melted with iron ores. الايرن القديم بيختلط او بدوبه مع خامات الحديد. يعني حديد كان موجود بحطه مع خامات الحديد عشان اعمل حديد وصلب، عشان اعمل حديد تاني باستخدام الحديد، مش بمخلفات الحديد، لا باستخدام الحديد ده. ما هستخدم الحديد نفسه يبقى ريوزنج. قال لك هستخدم الويست يبقى ريسايكلينج. يبقى لو هستخدم الحديد نفسه ريوزنج، هستخدم حاجه تانية ريسايكلينج. سؤال حلو وجميل وجميل قوي 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 عشان يفرق لك بين الاثنين. قال لك which of the following graphs represent the mass of each of the hydrogen and oxygen in water molecule؟ يا دكتور الماس يعني اتش ل او بنتكلم 1 to 8. يعني انا دلوقتي عايز الهيدروجين ده ب1 والاخضر يبقى 8. فين هنا؟ هل هنا الاخضر اكتر من الازرق من الاحمر؟ لا. هنا الفرق 1 و2؟ لا. هنا الاحمر اكتر بكتير الهيدروجين؟ لا. فالاجابه هتكون الدي.
The opposite figure shows the molecular structure of one of the gases that exist in the atmosphere. What is expected to happen to the rate of photosynthesis of plants on the earth's surface when getting exposed to a huge amount of this gas؟ انا يا معلم عندي O يبقى O3. ال O3 ده يعني اوزون. طب الاوزون بيعمل ايه في الفوتوسينثيز؟ قال لك الاوزون بيعمل حاجتين في الاوتوسينث في الفوتوسينثيز. اول الفوتوسينثيز ولا ايه؟ بيقول لك اول حاجه كان بيدمر، لو انت فاكر كان بيدمر ايه؟ كان بيدمر الليفز. وتاني حاجه كان بيأثر على الحشرات والكائنات اللي موجوده، فكانت الكائنات دي بتساعد النبات انه يعمل الفوتوسينثيز عن طريق مثلا الفكره بتاع البولينج جرينز والكلام ده كله. فساعتها ايه اللي هيحصل الفوتوسينثيز؟ قال لك هيديكريز. يبقى الاجابه يا شباب هتكون بي. The opposite figure represents the direction of water transfer by osmosis among three adjacent living cells. يعني انا عندي 3 living cells لازقين في بعض، الميه بتتحرك فيهم، واحد بيتحرك لاثنين وواحد بيتحرك لثلاثه، واثنين بتتحرك لثلاثه وثلاثه ما بتتحركش من عند حد، فثلاثه ما بتتحركش من عند حد معناها انها عندها اعلى سولت، دي اعلى سولت، ثم دي هتبقى اعلى حاجه ثم الاثنين ثم واحد. يعني احنا لو جينا رتبنا السولت according to salt concentration هتبقى 3 ثم 2 ثم 1. حلو قوي الكلام ده كله. يعني احنا هنبدا اعلى حاجه 3 ثم 2 ثم 1 according لتركيز الايه؟ according لتركيز الملح. Which of the following represents the correct arrangement of cells from the least to the highest water concentration؟ يبقى انا عايز اقل تركيز للميه. طب اقل تركيز للميه عامل ايه مع الملح؟ هيبقى اعلى تركيز للملح. يبقى انا عايز اعلى تركيز للملح لا اقل تركيز للملح، اللي هي هنبدا بالثلاثه ثم الاثنين ثم الواحد. فالاجابه هتكون يا دكتور دي. ان عايز افكرك ان كل ما يكون ان العلاقه بين السولت والووتر انفرس. ليه؟ ان كل ما يزيد الملح كل ما تركيز المحلول هيزيد، فكل ما كميه الميه هتقل. بيقول لك واحده من السستينابيلتي براكتس، واحده من ممارسات الاستدامه عشان احمي الانفايرمنت فور ذا فيوتشر جنريشن. هل ان انا اقلل من استخدام الرينيوبل؟ لا اكيد هزود، دي ما تنفعش. هستخدم الفوسيل فيولز؟ ما تنفعش. هعمل ريسايكلينج للبلاستيك؟ قال لك تنفع. هزود الكونستراكشنز واللاند ديفلوبمنت؟ قال لك ما تنفعش. فالاجابه الصح هتكون سي. Which of the following leads to decrease in pH value؟ decrease in pH value. البي اتش هيقل، يبقى انا عايز اسيد ولا بيز؟ انا عايز اسيد. ليه؟ ان الاسيد هو اللي اقل من 7، وكل ما بيزيد كل ما الايه بي اتش بيقل. if its percentage in increase in the soil. تعال نمسك واحد واحد. عندي اول حاجه السي اي سي او 3، تمسك السي اي سي او 3 ده سترونج بوزيتيف، ده ويك نيجاتيف، يبقى بيز، يبقى مياله انه يبقى بيز، ما ينفعش. اتش 2 او ويك لان سي ال سترونج بوزيتيف سترونج نيجاتيف، تبقى نيوترال. عندك ال H2SO4 ده ويك بوزيتيف والاس او 4 ده سترونج نيجاتيف، يبقى اسيد. ولو انت فاكر ده اسمه اصلا السلفوريك اسيد. فالاجابه هتكون دي. What is the correct order of the stages that a quantity of seawater goes through before returning to sea again؟ احنا دلوقتي عايزين نعمل ووتر سايكل. الووتر سايكل كانت بتبدا يا دكتور بحاجه اسمها الايفابوريشن. طب بعد الايفابوريشن كانت الكوندنسيشن. طب بعد الكوندنسيشن كانت الفولينج، الرننج فولينج او الرين فولينج. حلو. ثم اخر حاجه السريان اللي هو الستريمنج. تعال نبص فين الاختيارات. ادي ايفابوريشن، كوندنسيشن، رين فول، وستريمنج. الاجابه هتكون يا دكتور الايه. Which of the following leads to a decrease in soil humidity؟ ايه من دول بيؤدي الى نقص رطوبة التربة؟ قال لك تعالى نتكلم عن رطوبة التربة. كان ايه اللي بيزود الرطوبة وكان ايه اللي بيقلل الرطوبة؟ قال لك اللي بيزود الرطوبة الرين فول، اللي بيقلل الرطوبة التمبريتشر عشان هتقلل كمية المية. هنا كل ما السالينيتي ما تزيد الهوميديتي تقل. هنا كل ما ايه تاني بيزود الرطوبة، كل ما البورز يكون فيها فاريبل.
حلو. وقال لك ايه تاني هنا؟ قال لك كل ما البورز تكبر كل ما الرطوبه ما تقل. تعالى بقى ندور ان تزيد التمبريتشر. هل في زياده التمبريتشر؟ قال لك لا، ده التمبريتشر بيقل. ديكريز ذا بارتيكل سايز، كل ما البارتيكل سايز تقل كل ما البارتيكل سايز تقل كل ما التمبريتشر ما تزيد. انكريزنج السويل سالينيتي بتزود، انكريزنج الرين فول قصدي دي بتقلل الرطوبه، دي الوحيده فيهم، ودي بتزود انكريزنج الرين فول، دي بتزود. في الاجابه هتبقى سي. In the aquatic environment which of the following is not affected اهو حدد لك كلمه not by it changes throughout the years. يبقى انت بتتكلم في seasonal changes يعني تغيرات مناخيه. طب التغيرات المناخيه بتاثر على الفوتوسينثيز؟ قال لك قال لك لما الجو بيبقى حر بيبقى الضوء اقوى، ولما الضوء بيبقى اقوى بيزيد الفوتوسينثيز. فالاجابه دي ما تنفعش عشان ايه؟ دي صح. نيوترانت افيلابيلتي فور مارين اورجانيزم. طب النيوترانت بتزيد امتى؟ قال لك بتزيد مع السولار راديشن، فكل ما السولار راديشن ما بيزيد كل ما النيوترانت ما بتزيد اكوردنج لايه؟ للفوتوسينثيز والايه؟ والووتر كارنت، فدي ما تنفعش. الكورال ريفز فلورشنج بتتاثر بالضوء بسيزونال تشينجز. التغيرات لما بيكون الجو حر النباتات اللي حوالين الكورال ريفز بتزيد، والنباتات بتاعها الشغل بتاعها بيزيد والفوتوسينثيز بيزيد، فما تنفعش. الديب ديبس فيش اكتيفيتي، الاكتيفيتي بتاعت الاسماك العميقه دي ملهاش علاقه بصيف شتاء، انها مش حاسه بحاجه. الجو يا باشا احنا بعيد قوي قوي قوي، احنا 2000 كيلو، احنا 2000 متر تحت الارض يا ابني، تحت الميه، مش شايفين ايه اللي موجود فوق. فالاجابه الصح هتكون يا دكتور دي. The opposite figure show a food chain in an ecosystem. Which of the following is from the probable result for increasing the number of snake؟ لو السنيكس عددها زاد، اكيد لو السنيكس عددها زاد هل هيحصل ايكو سيستم ستابيليتي؟ قال لك لا. هل هيحصل سبورتنج للفود تشين؟ اكيد لا. هل هيتقل اللور بروبابيلتي اوف ديسيز سبريدنج؟ برضه لا. ان هيحصل ديكريس في البايو دايفرستي، ولا الايكو سيستم هيحصل له امبالانس؟ قال لك الايكو سيستم هيحصل له امبالانس. an amount of water mass 1 كيلو جرام، يعني الام بتساوي 1 at the temperature 10، يبقى ال T1 ب 10. lost an amount of heat حوالي 37800، يعني Q thermal بيساوي نيجاتيف 37800. طب يا دكتور هي النيجاتيف دي جت من فين؟ جت من كلمة lost. يعني اول ما بشوف كلمة lost دي بحط جنب الكيو ثيرمال نيجاتيف. ماشي، حلو قوي الكلام ده يا دكتور. حلو. through an interval of time، في مده معينه. ممكن تقول لي الدينستي اوف ووتر through this period عامله ازاي؟ قال لك يا معلم احنا عايزين نعرف الدينستي حصل لها ايه للميه، وعندي درجه حراره بادئه ب 10. تعالى نشوف هنوصل للتي 2 عامله ازاي، ونشوف من تي 1 لتي 2 الدينستي هيحصل فيها ايه. تعالى يا معلم نكتب الكيو ثيرمال بيساوي ام سي دلتا تي. قال لك الكيو ثيرمال بنيجاتيف 37800. طب الام بكام؟ الام بواحد. والتي بكام؟ والتي سيب التي ده، بس انا عايز افكرك ان السي بتاعت الوتر 4200 في 4200 في الدلتا تي. الدلتا تي بتساوي تي 2 ماينس تي 1. طب تي 1 بكام؟ تي 1 ب 10. اقفل القوس. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نجيب الدلتا تي اللي هي تي 2 ماينس 10 بتساوي نيجاتيف 37800 على 4000 وايه 4200. هتيجي تقسم دي على دي هتطلع يا دكتور تقريبا بتسعة. يبقى تي 2 ماينس 10 هتطلع بنيجاتيف ايه؟ بنيجاتيف 9. ماشي يا دكتور. النيجاتيف 9 يعني التي 2 يا دكتور هتساوي 1. يبقى انا يا شباب عندي التي 1 ب 10 والتي 2 بواحد. قال لك ايه اللي هيحصل الدنستي بتاعت الميه؟ قال لك يا معلم هي كانت 10 ووصلت لواحد، واحنا قلنا ان هي لما بتيجي عند 4 دي اعلى دنستي. يعني هنا كانت قليل، يعني كده كل ده اقل وكل ده اقل، ودي اعلى حاجه عند 4. قال لك يبقى من 10 لواحد القليل هيزيد، يبقى انكريز. طب لما اوصل ل4 لواحد قال لك ديكريز.
فهتبقى increasing decrease، تبقى الاجابه بتاعت دي increasing decrease. The opposite graph shows the percentage of nitrogen and phosphorus elements in two different soil X and Y. حلو جدا. if each of nitrogen and phosphorus element represent nearly ب 2%، ادي يا معلم 2%. حلو قوي. ممكن تقول لي ايه اللي هيحصل في كل واحده؟ قال لك الاكس النيتروجين فيها، النيتروجين مظبوط، الفوسفورس فيه مشكله. طب وواي؟ قال لك النيتروجين فيه مشكله، الفوسفورس مظبوط. يبقى انا عندي في الاكس مشكله في الفوسفورس. طب الفوسفورس كان مسؤول عن ايه؟ كان مسؤول عن الروتس. حلو. طب هنا في مشكله في الان، الان دي كانت مسؤوله عن ايه؟ كانت مسؤوله عن الجريننج اوف ليفز. يبقى انا عندي مشكله في الروتس وعندي مشكله فين؟ في الجريننج اوف ايه؟ اوف ليفز. قال لك هل ده ديلي في الفلورال جروس؟ لا ده بوتاسيوم. هل الاكس ليه علاقه باليولوينج ليفز؟ اكيد لا. الاكس ليه علاقه بالروت تمشي، والواي ليه علاقه باليولوينج ليفز برضو تمشي، تبقى الاجابه هتبقى سي. طب واكس اكس هنا برضو ما تنفعش عشان ده البوتاسيوم مش الايه؟ مش الفوسفورس. In a type of farm animals a mating of a white male with black female، يعني نفس الكائن اتكون، طلعوا لك 6 بلاك كولرد و6 وايت كولر. ممكن تقول لي ده انهي نوع من الدايفرستي؟ هقول لك هسألك سؤال، هو مش نفس الكائن اتجوز نفس الكائن؟ قال لك اه. يعني المشكله في الفرق بين الابيض والاسود والاحمر والعين خضراء والعين زرقاء واللي شعر ناعم والشعر وحش، ده فرق في الايه؟ قال لي ده فرق في الجينات يا معلم، فرق في الجينز. يبقى هنا نوع الدايفرستي ايه؟ قال لك الدايفرستي معناها تنوع في الجينز، يبقى جيناتيك دايفرستي. الاجابه هتبقى بي. The property او probability of nose bleeding، يعني النزيف بتزيد for a mountain climbers at the peak of mountain، يعني كل ما بطلع لفوق كل ما النزيف ما بيزيد. طب كل ما النزيف ما بيزيد ليه؟ قال لك اصل انا كل ما بطلع فوق كل ما الضغط الجوي بيقل، فالضغط اللي جوه جسمي ثابت، فيضغط الدم ناحيه الشرايين، فالشرايين تنفجر، فالشرايين لما تنفجر يعمل لك نزيف، فده بسبب الديكريزنج اوف اتموسفيريك بريشر. لو انت فاكر لما احنا جينا شرحناها قلت لك احنا في الطبيعي جسمنا الدم ماشي فيه والقلب بيضخ الدم، بيضخه بضغط معين، الضغط المعين ده بيضغط يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال بضغط يساوي الاتموسفيريك بريشر، فالجسم يبقى عايش الضغط بتاعه مظبوط. طب لو احنا بنطلع فوق ايه اللي بيحصل؟ بتقول يا دكتور الضغط ده بيقل، فمين اللي بيكسب؟ بتقول الضغط اللي من جوه، فلما الضغط اللي من جوه بيكسب بيروح ايه؟ خارم الايه؟ خارم اسمه ده، خارم الكابيلاريز، فيحصل نوز بليدنج. فالاجابه هتبقى سي. Which of the following represent the correct arrangement of boiling point of the following solution that have equal concentration at the standard atmospheric pressure؟ هو يا باشا مديلك 3 حاجات، مديلك يا معلم ال NaCl ومديلك MgCl2 ومديلك Al2SO4 باي 3. قال لك انا عايز ارتب البويلنج بوينت. قال لك البويلنج بوينت كانت بتعتمد على ايه؟ كانت بتعتمد على النمبر اوف ايونز ديزولفد، يعني كميه الايونات اللي ايه؟ اللي دايبه يا شباب. حلو قوي. يعني كل ما الايونات اللي دايبه، كل ما الايونات اللي دايبه ما تزيد، كل ما البويلنج بوينت بتاعتي بتزيد، وكل ما الفيبر بريشر بتاعي بيقل، وكل ما الفريزنج بوينت بتاعتي بتقل. فقال لك دلوقتي ال NaCl فيها كام ايون؟ قال لك بوزيتيف نيجاتيف، يبقى 2 هنا بوزيتيف، وهنا Cl وCl يبقى 3، هنا 2 ودي من 3 هيبقى 5، تبقى دي 5 ودي 3 ودي 2. فاعلى بويلنج بوينت هتبقى ال Al2SO4. انا عايز ال Al2SO4 دي اعلى حاجه، Al2SO4 عايزها اعلى حاجه، ماشي. وبعد كده دي وبعد كده دي، فالاجابه يا دكتور هتبقى ايه؟ The opposite figure shows one of the weathering type in a river، يعني جوه الريفر مش جوه السويل، جوه الريفر، جوه الريفر، ماشي. طب جوه الريفر ايه اللي بيحصل؟ قال لك يا معلم عندك ووتر سيرفيس ووتر كارنت ماشي 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 ماشي، وبيأثر على السطح بتاع الريفرز من تحت، يعني بيضغط على الريفر من تحت. حلو قوي. هل انا ينفع اقول ده بيولوجيكال؟ هتقول لي يا دكتور بيولوجيكال ازاي؟ ده مفيش كائن حي. طب هل انا ينفع اقول لك ده فيزيكال؟ تقول لي لا ده مش فيزيكال،
ده احنا بنتكلم في ميه، فهو يا اما ميكانيكال بسبب الرابنج بتاع حركه الميه بتاعت الووتر كرنت، يا اما بسبب الكيميكال بسبب الميه اللي موجوده. طب قال لك الميه اللي موجوده اللي بتعمل دي كومبوزيشن كانت بتبقى بتحصل امتى؟ بيقول لك في ظروف معينه ان الميه تفضل موجوده، فالميه تفضل موجوده تتفاعل مع اللي موجود. هنا الميه ما اتفاعلتش، هنا الميه خبطت عملت رابنج، عملت حركه ميكانيكيه، فبالنسبه لي ده ميكانيكال بروسيس، ميكانيكال بروسيس، ميكانيكال بروسيس، فالاجابه هتكون بي. Which of the following techniques is preferred to use in measure the percentage of gas. فينفع ليكويد؟ لا. ينفع ويت كيميكال اناليسيس بتاع السويل؟ لا. ينفع اتوميك ابزوربشن سبكتروسكوبي؟ برضو لا. امال انهي الاقرب؟ الالترا فايولوت. ليه الالترا فايولوت؟ عشان يعرف يبص على الجازس، عشان يعرف بعينه. هيجيبها ازاي غير بالاشعه الايه الفوق بنفسجيه؟ What is the probable result from increasing the temperature of aquatic environment in organism؟ لما التمبريتشر بتزيد. قال لك temperature increase. لسه غريبه معلش. هل هيحصل مشكله في التنفس؟ لما التمبريتشر بتزيد بيقل الابزوربشن بتاع بتاع الاو 2 والسي او 2، فدي تمشي. هل هيزيد الفوتوسينثيز؟ اكيد لا، ان الفوتوسينثيز هيقل ان السي او 2 هتقل، ما تنفعش. هل هيقل الكالسيفيكيشن ريت؟ قال لك لا، ان الكالسيفيكيشن ريت بيزيد امتى؟ بيزيد لما السي او 2 بتزيد، والسي او 2 اصلا اوريدي بتقل. فالاجابه الاصح على الاطلاق الانكريز التمبريتشر هتؤدي الى ان يحصل ديفيكالتي في الريسبيريشن. الاجابه هتبقى ايه. قربنا نخلص اول امتحان. Leguminous plant can produce nutrients such as protein. They depend on nuclear bacteria. So which of the following is not expected؟ حلو. when the soil get polluted يبقى انا عندي مشكله ان السويل باظت. فالسويل باظت يبقى انا كل اللي جاي لي بص السويل المفروض ان كل اللي جاي لي وحش. بس هو قال لك not expected، يعني عايز حاجه بص مش وحشه او ملهاش علاقه. ليك اوف نيوتريجينس كومباوند دي وحشه ولا مش وحشه؟ دي وحشه، يبقى ما تنفعش. انا عايز حاجه مش وحشه. ليك اوف سويل فيرتيلتي دي حاجه وحشه ما تنفعش. ليك اوف بروديوسنج بروتين حاجه وحشه ما تنفعش. ليك اوف فوسفورس اليمنت دي حاجه وحشه بس ملهاش علاقه، انا ماليش دعوه بالفوسفورس، فالاجابه هتبقى دي. All of the following happens as a result of chemical weathering of rocks. يعني حصل chemical weathering of rocks. كل اللي قدامك chemical weathering الا واحده except. هل هيحصل secondary minerals؟ دي تمشي. هل هيحصل changing in chemical structure؟ قال لك تمشي. chemical weathering. هل هيحصل decomposition of minerals؟ قال لك تمشي. ايه الحاجه الوحيده اللي ما تنفعش؟ البرايمري مينرالز. ليه؟ ان البرايمري مينرالز بتحصل بسبب الفريجمنتيشن او الفيزيكال زي ما احنا قلنا. Which of the following temperature is most suitable for growing tomato well at morning؟ قال لك التوميتو بينمو كويس من سيليزيوس من 15 ل 30 سيليزيوس. هنا كله بالكلفن. طب احنا عايزين نجيبها بالكلفن. 15 تيجي تجيبها لي بالكلمه تقول لي يا دكتور 15 بلس 273 يبقى يا دكتور بحوالي 288. يبقى هو في الكلفن من 288 ل 303. هتقول لي 303 دول من فين؟ هقول لك 30 زائد 273 ده 303. يبقى انا عايز من 288 ل 303. دي مش منهم، دي مش منهم، دي مش منهم. الحاجه الوحيده اللي منهم هتكون بي. answer the following question. نبدا بقى اسئله مقاليه. answer the following question من 26 ل 30. خد بالك الامتحان جاي يا شباب في 24 درجه، 20 سؤال ام سي كيو وسؤالين او 4 مقاليين. الاسئله بتاعت المعاصر اكتر شويه. give an example for how the deep water fish are adapted in decrease the amount of light. اللايت قليل يبقى يا دكتور large eyes. ماشي. وده انهي نوع من الادابتيشن؟ ده الاستراكشرال ادابتيشن. give reason the presence of
forming nitrogen oxide is in air is very low. ليه كميه الاكسيدز بتاعت النيتروجين قليله؟ هتقول لي يا دكتور اصل النيتروجين inert او largely inert. من الاخر يا دكتور not active. don't enter reactions even الا لو even if حاجتين، يا اما lightning برق او high temperature. In your opinion, why the electric car are a good choice for improving the quality of atmosphere air؟ هتقول ان الالكتريك كار دي بتديكريز الديبندنس اون فوسيل فيولز، بتقلل اعتمادي على الفوسيل فيولز which increase the amount of emissions. يعني الفوسيل فيولز اللي بتطلع emissions كتيرة انا هقلل اعتمادي عليها عشان اعتمد على electric car. What is the role in the soil of the soil in supporting biodiversity of animal؟ هتقول لي نقطتين. اول حاجة هتقول لي ان هي بتعتبر الهيباتايت اوف الانسكتس، البكتيريا، الفنجاي and other animals. تاني حاجة بتincrease الاماونت of plants او quality of plants اللي هي تعتبر يا دكتور producers، يعني اللي الحيوانات بتتغذى عليها. اخر سؤال، it's a bottom of Mariana Trench، خليج الماريانا is considered the deepest bottom in oceans. It was found that water density in the trench bottom increased by nearly 5% from its density at the water surface. From your study وضح ايه الريزونز ليه مع الوقت الانكريز الدنسيتي اللي بتحصل. قال لك ببساطه هو مش العمق زياده، تقول لي يا دكتور the more the depth، تقول لي يا دكتور the more pressure، وهتقول لي يا دكتور لما البريشر بيزيد الفوليوم ديكريز، الفوليوم بيقل فعليه الدينستي بتزيد. وبكده يا شباب نبقى خلصنا يا حبايبي اول امتحان. تعالوا نخش يلا على الامتحان التاني. ندخل بقى يا شباب على الامتحان التاني ونشوف الامتحان التاني بيقول اسئله ايه. يلا مع اول سؤال. Which of the following is from the sustainable practice؟ يعني اجراءات الاستدامه اللي بتستخدم في الزراعه. هل انا استخدم البستيسايد بصوره اوفر يوز؟ اكيد لا. هل انا استخدم الاورجانيك فارمنج والكروب روتيشن تكنيك تمشي؟ هل انا اعمل ديفورستيشن؟ اكيد لا. هل انا ما اعتبرش السويل ريستنج او السويل ريستنج سايكل؟ برضو لا. فالاجابه الصح هتكون يا دكتور بي. Which of the following is not correct about الجازولين؟ هل ان هو بيأفكت الارياز سراوندنج الاوريفاينز؟ تمشي، بس دي نوت. حلو. increase the risk of cancer؟ تمشي. it saves from the petrochemical factories، بيجي من البتروكيميكال فاكتورز؟ تمشي. ايه الحاجه الوحيده اللي ما تمشيش؟ قال لك انه بيسبب السالينيشن اوف ذا سويل اللي بيسبب السالينيشن لو انت فاكر كانت الريبيتد irrigation وايفابوريشن، وكان ان البلانت بيابزورب الووتر مور ذان
السولت فبيحصل accumulation للسولت. فالاجابه الصح يا دكتور هتكون دي. What is the probable effect؟ ما هو التأثير المتوقع of the global warming on the seas and oceans؟ يعني ايه الحاجة المتوقعة على الأنهار، على البحار والمحيطات؟ هل بسبب global warming هل هيحصل loss of biodiversity in the seas؟ سيبها. هل هيحصل decrease in the sea level؟ أكيد لا، ده هيحصل increase في السي ليفل. هل هيحصل decrease في التمبريتشر؟ أكيد لا، ده بالعكس، درجة الحرارة هتزيد بره فالمفروض درجة الحرارة تزيد جوه. هل هيحصل اوشن ووتر ريسيدنج؟ برضو غلط. الاجابه الاصح ان يحصل لوس اوف بايودايفرستي ان ذا سيز اند اوشن. فالاجابه يا شباب هتكون ايه؟ حلو. ذا ليكويد كروماتوجرافي ريزمبلز جاز كروماتوجرافي ان، يعني الليكويد كروماتوجرافي بيشابه الجاز كروماتوجرافي في ايه؟ هل السامبلنج اللي باخدها؟ اكيد السامبل لا، دي ليكويد ودي جاز فالسامبل لا. هل الفيزيكال ستيت؟ اكيد لا، دي ليكويد ودي جاز. هل الميثود اوف شوينج ريزلت؟ تمشي عشان الاثنين كروماتوجرافي. ولا ذا فورم اوف ويتش ويست كام اوت؟ اكيد لا، ده ويست بتجيلي باخد منها ليكويد ودي ويست بتجيلي باخد منها جاز. فالاجابه دي برضو هتبقى غلط. فالاجابه الصح هتكون سي. Which of the following compounds whose presence in the atmosphere of an area may cause a decrease in pH؟ decrease in pH ما احنا بنتكلم في اسيد. عايزين حاجه بتعمل اسيد. هل النيتروجين بيعمل اسيد؟ لا. هل الووتر فيبر بيعمل اسيد؟ لا. هل الاوزون بيعمل اسيد؟ لا. هل النيتروجين اوكسايدز بتعمل اسيد؟ قال لك اه. قال لك انا افترض NO3 او NO2 بلس H2O هيدي لك يا دكتور مثلا H2NO مثلا 3 مثلا. ماشي يا دكتور. If you know that the concentration of the sucrose solution inside plant cell X equal 5%. بص يا معلم، دلوقتي لما كانت دي 5% السكروز 5%، حلو، كانت هي السيل على بعضها. ماشي. قال لك بعد كده حصل الشكل ده. لما يحصل الشكل ده معناه ان السيل دي كان فيها ميه في السيتوبلازم، الميه دي طلعت بره. فده معناه ان بره تركيزه اعلى. ماشي. طب ده ما بره تركيزه اعلى من 5، هل ينفع يبقى 0؟ اكيد نو. هل ينفع يبقى 1؟ اكيد نو. هل ينفع يبقى 5؟ اكيد نو. هل يبقى 10؟ الادق 10 اللي هي دي. ليه؟ ان هو الميه اتشفطت، فمعناه ان الملح بره كان اكتر من جوه. سؤال رقم 7 نشوفه بيقول ايه. If the solubility of carbon dioxide gas in aquatic environment X is more than that in the aquatic environment Y، يعني دلوقتي الذوبانيه بتاعت X اكتر من الذوبانيه بتاعت Y. ممكن تقول لي ممكن يبقى X و Y ايه؟ يقول لك يا معلم هل X يبقى التمبريتشر هاير؟ اكيد لا، التمبريتشر يبقى لور. لو لور ممكن السيربات تبقى. هل X فريش ووتر والواي سولتي ووتر؟ تمشي ان الفريش ووتر السيربات بتاعته اعلى. هل ووتر از ستيبل اند ووتر هنا از تريبلنت؟ برضه ما تنفعش، السيربات بتزيد في التريبلنت بحيث ان يبقى في امواج فالامواج تسحب الايه السولابيليتي. هل ذا لو نمبر اوف ديد فيش؟ برضه ملهاش علاقه. العلاقه الاصح هتبقى يا دكتور ب when the temperature of the body changes from 50 فهرنهايت to 280 كلفن the internal energy of body. عايزين نشوف درجه الحراره دي ودرجه الحراره دي. تعال نحول دي للسيليزيوس دي للسيليزيوس. تقول لي يا دكتور 50 بالسيليزيوس 50 فهرنهايت، يعني ال 50 بتساوي 9 over 5 تايمز سيليزيوس بلس 32. اول حاجه هتعمل ايه؟ تودي 32 الناحيه الثانيه هتبقى 18 بتساوي 9 over 5 في سيليزيوس. انا عايز السيليزيوس لوحدها، هتقول لي يا دكتور السيليزيوس لوحدها دي هتروح الناحيه الثانيه بس هنعكس هنجيب ال5 فوق وال9 تحت، بس هي يا دكتور هتبقى ب 10. يبقى كده يا دكتور ال 50 دي بقت 10. طب ال 280 هتقول لي يا دكتور 280 ماينس 273 هيساوي السي، تبقى السي بتساوي 7. يعني ال 10 بقت 7، يبقى الانترنال انرجي حصل فيها ايه؟ ديكريز. ماشي. to maintain the wellness of the soil، عشان احافظ على جودة السويل وازود البرودكتيفيتي اوف كروبس، يعني ازود انتاجية المحصول، احنا لازم we should take into consideration، يبقى لازم ناخد بالاعتبار هل البلانتنج جرين بيلت اراوند كالتيفيتد لاند؟ تمشي. هل الاوفر يوز اوف كيميكال فيرتلايزرز؟ اكيد لا. هل الديكريز ذا اورجانيك فيرتلايزر؟ هل انا اقلل
من الاورجانيك فيرتلايزرز؟ برضو اكيد لا. هل ان انا اعمل ريبيتد ذا كالتيفيشن اوف ذا سيم كروب؟ اكيد لا. فالاجابه الصح يا دكتور هتكون ايه؟ which of the following gases contribute to the formation of the smoke؟ smoke ده اللي هو كان سلفر اوكسيد، نيتروجين اوكسيد، واوزون، والفاين بارتيكلز. فالاكسجين مش موجود، السلفر دي تمشي، النيتروجين ما تنفعش، الارجون ما تنفعش. فالاجابه يا دكتور هتكون بي. which of the following compound its overuse in the United States cause the endangerment of the bald eagle؟ انقراض البولد ايجل او هدده بالانقراض. كان ساعتها كان الدي دي تي، مش الكولدر، مش كولدردان ولا دلدرين ولا الفورمالدهايد. الاجابه الصح هتكون يا دكتور سي، الدي دي تي. وقلنا لما قللنا استخدام الدي دي تي رجع وخرج من قائمه الانقراضات. which of the following enhance the ecological balance in the aquatic ecosystem؟ عايز حاجه اللي تحسن ecological balance. هل ان انا اقلل الميتابوليك ريت؟ لا. هل ان انا اقلل الانتراكشن؟ اكيد لا. هل ازود الاسيديفيكيشن بروسيس؟ برضو لا، ان ده هيقتل الايج والايه واللارفا. هل ازود الفوتوسينثيز؟ ده صح عشان ازود البروديوسرز، فلما ازود البروديوسرز الفود تشين تبقى احسن واحسن، فيبقى بالانسد ايكو سيستم. مدي لك شكل لطيف جدا، قال لك the opposite figure shows the deposits that are formed behind a hill due to one of the mechanical process. يبقى احنا هنا بنتكلم في حاجه من الميكانيكال. الميكانيكال دي كانت بسبب يا اما بسبب الاير يا اما بسبب الووتر كارنت، الرابنج بتاع الاير او الرابنج بتاع الووتر كارنت. تعال نشوف الاجابات. هل بسبب الووتر كارنت؟ مش تمشي. هل بسبب فريزنج؟ لا دي فيزيكال. هل اكتيفيتي اوف ليفنج اورجانيزم؟ دي بيولوجيكال. هل بسبب الاروجن اوف مينرالز كومباوند؟ ده يا اما فيزيكال يا اما كيميكال. فالاجابه الصح هتكون ايه يا شباب؟ The opposite figure represent two types of weathering that share in property X. What does X represent؟ هنا weathering due to change in temperature، ده thermal changes، يبقى ده يا دكتور physical. وده بسبب the plant roots، ده biological. ماشي. هل هيعملوا secondary minerals؟ لا. اللي بيعمل secondary minerals البيولوجيكال والكيميكال. هل برايمري بيعملوا الفيزيكال بس. هل الفراجمنتيشن اوف روكس؟ سيبها. هل الكيميكال ديكومبوزيشن؟ الاثنين ما بيعملوش كيميكال ديكومبوزيشن. اللي ممكن تمشي او الاقرب للصواب هتكون سي. In houses heaters are placed on the floor of the bottom. بحط في الاوضه بحط الدفايات في الارض. قال لك ليه؟ قال لك عشان الدفايات بتطلع الهواء ده بيكون سخن، فالفوليوم بتاعه بيزيد، فالدنسيتي بتاعته بتقل، فبيطلع لفوق. هل عشان بيجوز اب عشان دنسر زين كولد اير يعني كثافته اعلى؟ اكيد لا. هل هيفضل في السيم ليفل؟ اكيد لا. هل هيفضل في السيم ليفل؟ لا. قال لك هيجوز اب بيكام اتس ليس دنس زين كولد اير. وعلى فكره عشان كده لما بنيجي نركب برضو التكييف بنركب التكييف فوق عشان بيبقى هواء تقيل، الهواء التقيل كده بينزل لتحت. The absence of the atmosphere in Mercury. Mercury ده اللي هو كوكب ميركوري. ماشي، كوكب ميركوري. قال لك كوكب ميركوري ده او كوكب عطارد ده ما فيهوش اتموسفير. طب عشان ما فيهوش اتموسفير هيبقى الجو حر جدا الصبح وتلج جدا جدا بالليل. يبقى اد داي تايم فوق بيبقى الجو درجه الحراره بتبقى عاليه ولا واطيه؟ دي غلط. يبقى يا اما دي يا اما دي. عايزين بقى بالليل تبقى واطيه جدا، تبقى دي، تبقى الاجابه سي. The amount of heat required to rise a certain amount of liquid to its boiling point at sea level comparing to that the top of the mountain. تعال دلوقتي انا عندي boiling point. يعني ايه boiling point؟ قال لك البويلنج بوينت دي لما الفيبر بريشر بيساوي الاتموسفير. حلو جدا، يعني لما الفيبر بريشر يوصل للاتموسفير. طب حلو جدا. قال لك بقى البويلنج بوينت هتبقى اعلى في الليفل العادي السي ليفل ولا الماونتين؟ قال لك في الماونتين بيبقى الاتموسفير قليل، فالبويلنج بوينت بوصل لها اسرع. فكده بالنسبه لي انهي اعلى بويلنج بوينت؟ هتقول لي يا دكتور واحنا عند السي سيرفيس. طب لو ما اطلع فوق البويلنج بوينت بتقل، فالنسبه دايما هتكون greater than 1. An amount of water is poured into empty vessels as shown.
in the opposite figure. عندي شكل يا معلم، دي شكلها الفوليوم بتاعها عالي، دي فوليوم متوسط، دي فوليوم قليل. حلو. بيقول لك ايه من اللي قدامك دول هيبقى سيم في الثري برانشز؟ هل الماس؟ اكيد لا، ان الماس بتعتمد على الفوليوم والفوليوم هيبقى متغير. هل الويت؟ برضو الويت بقى بيعتمد على الماس اللي بتعتمد على الفوليوم فهيبقى متغير. هل الفوليوم ما ينفعش، ان اوريدي اصلا ايه كل واحده فيهم ليها عرض معين. امال ايه الهايت؟ ان هم كلهم هيبقى ليهم نفس الارتفاع. طب كلهم ليهم نفس الارتفاع، طب دي عريضه دي قصيره، فالفوليوم هيتغير فالماس هيتغير فالويت هيتغير. which of the following act on filtering the seeped groundwater inside the soil؟ قلنا ايه اللي بيفلتر؟ قلنا اللي بيفلتر الميه كانت الحبيبات بتاعه التربه، بحيث ان الميه تعدي والبارتكلز الايه الشوائب ما تعديش، فبالنسبه لي هيبقى السويل جرين. فالاجابه يا دكتور هتكون ايه؟ when dissolving sodium bicarbonate in water، صوديوم بايكربونات ده اللي هو يا دكتور Na2CO3، قال لك ده strong positive weak negative. ايه اللي يحصل يا دكتور؟ قال لك اللي يحصل يا حبيب الدكتور هيبقى ايه؟ بي بوزيتيف بي بيز، يبقى بيز او الكالي. تعال ندور على كلمه بيز او الكالي. the salt dissociate but no hydrolysis، لا هيحصل hydrolysis. الهيدروlysis occurs and the solution become acidic، لا ولا become alkaline. فالاجابه هتبقى سي. the organ that adapted in the salmon fish to change in amount of dissolved oxygen. dissolved oxygen ده بتاع الريسبيريشن. احنا لما جينا قلنا ان لما حصل adaptation، الادابتيشن حصل في ايه؟ قال لك في السمك. قال لك لو انت فاكر اللونجز بقت حاجه اسمها جيلز عشان ده ريسبيريشن، فاحنا هندور على الجيلز. الاجابه يا دكتور هتكون ايه؟ لو انا قلت لك if the temperature at the base of the top of the Cairo tower are 30 سنتيمتر 30 سيليزيوس و28 respectively، يعني احنا دلوقتي هنرسم البرج ده، هنا درجه الحراره 30 وهنا درجه الحراره 28 وايه و9 و94 من 100. ممكن تقول لي ارتفاع الجبل عامل ازاي؟ قال لك دلوقتي هو احنا مش قلنا ان انا كل ما بطلع 176 متر درجه الحراره بتقل سليزيوس؟ قلنا ماشي. طب لو طلعنا يا معلم، ده اللي بالنسبه لنا مجهول. حلو. طب انا بقى لو قلت لك ان درجه الحراره اتغيرت ب 1.6 من 100 6 اوف 100 هيبقى عامل ازاي؟ هتقول لي يا دكتور كروس مالتيبليكيشن، هضرب ده في ده وكده اقسمه على ده هيديني ده. تعال نطلع الاله ونشوف الاله هتقول لنا ايه. يلا يا اله يلا يا اله. 1.06 تايمز 176 هتديني 186 ونص اللي هي 187. الإجابة هتبقى سي. An amount of water of mass m is poured in container then another amount of water of mass m is added. يعني عندي كمية من الماس، كمية من المية وزناها ثم حطينا نفس الكمية من المية برضو حملناها in the same temperature. السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر ايه اللي هيحصل فيها؟ انا ضعفت المية. طب لو ضعفت المية ضعفت الماس ايه اللي هيحصل في السبيسيفيك هيت؟ هتقول لي يا دكتور السبيسيفيك هيت هتفضل ثابته. هتفضل ايه؟ تفضل ثابته. السبيسيفيك هيت ثابته على كل الاحوال، بقول لك انها remains unchanged. الاجابه هتكون سي. تايجر that live in warm region، كده دي منطقه have a thinner layer of fur than in the cold region. يبقى انا كده عندي two areas وعندي two types of ايه؟ of tigers، بس هو نفس التايجر او سيمي سبيشيز. يبقى انا عندي دلوقتي اختلاف في السبيشيز واختلاف في المنطقه، تبقى ايكولوجيكال وجيناتيك دايفيرستي. 3 glasses vessels each of them contain the same volume of a different liquid. يبقى انا عندي different liquid، يبقى انا عايز اقيس الليكويد. ممكن تقول لي مين فيهم اعلى according للماس؟ هقول لك يا معلم according للماس، الماس كان بيساوي density times volume. هو قال لك هم كلهم ليهم نفس الفوليوم، يبقى كل ما الدنستي ما تزيد كل ما الماس ما تزيد. يبقى انا عايز اعمل لهم according للدنستي. قال لك مين اعلى دنستي فيهم؟ قال لك ده اعلى واحد. قال لك ليه؟ قال لك اصل ده اللي شايل الهيدروميتر كله لفوق. ماشي. طب ثم ده اللي في النص
وده اقل دنس. قال لك رتبهم بقى، ارتبهم according للصح للاكبر والاصغر. اعلى حاجه عندي 1 ثم 2 ثم 3، 1 2 3 هتبقى الاجابه سي. وكده يا شباب نبقى خلصنا الجزء بتاع النظري. تعال نبص على الجزء بتاع الاسئله، الجزء بتاع الام سي كيو. تعال نبص على الجزء بتاع المقالي. algae and phytoplankton are abundant in the surface layers of water bodies. هتقول because presence وجود السولار radiation بين قوسين اللايت which is necessary for photosynthesis. The following table shows colors of one of the prepared indicator from the flowers of a plant. ماشي. What is formed color when adding drops of indicator of sodium carbonate؟ صوديوم كربونات يبقى NaCl. ال NaCl ده strong positive strong negative يبقى نيوترال. يبقى انا عايز اعرف مين النيوترال. طب النيوترال البي اتش بتاعه كان كام؟ قلت له يا دكتور كان 7. انهي بقى لون كان جايب عند السبعه؟ ادي السبعه ادي بلو، فاللون هيبقى يا دكتور بلو. Egypt resource تنوي to construct mini power generation station by using solar panels. Show the importance of this according to the study of concept of sustainability. هتقول ان الاعتماد او dependence on solar panels او solar energy decrease the dependence of fossil fuels which make lots of emissions which can rise the او which can make climatic changes. وبس كده، ده باختصار الكلام كله. يبقى انا دلوقتي بكلمك ان هيقل الديبندنس on fossil fuels حلو، فده هيقلل الاميشنز فهيقلل الاير بوليوشن. Give reason for اديني سبب the presence of nitrogen in the soil has increased importance of one of the plant growth stages. هتقول ان النيتروجين مسؤول عن الجرينينج of leaves. leaves مش lives. mention the most important strategy that are required to limiting air pollution. عايز اقلل air pollution، عايز احسن strategies. هتقول لي اول حاجه depend on renewable sources of energy to decrease reliance او dependence on fossil fuels. وتاني حاجة هتقول لي يا دكتور planting to increase photosynthesis which decrease CO2. وبكده يا شباب نبقى خلصنا الامتحان التاني. يلا يا شباب نبص على الامتحان التالت. يلا بقى يا شباب نكمل الامتحان التالت ونشوف الامتحان التالت بيقول ايه. Two beams of sun rays fall in two areas 1 and 2 as shown in the following figure. Then the ratio between the amount of heat of energy received by A او area 1 to area 2. اكيد area 1 هتاخد الى حد ما ده normal rays او perpendicular rays، دي هتاخد هيت اكتر، يبقى الهيت هنا اعلى من الهيت هنا. يبقى لما اقول لك نسبه ده هتبقى greater than 1. The soil can protected from erosion عن طريق ان انا ازود الاريشن. اكيد لا. اقلل الهيوميديتي ملهاش علاقه.
ازود ورمز، ازود الدود فيه برضو لا. الاحسن ان انا ازرع تريز ان ات، ازرع فيه. فلما ابدا ازرع انت عارف وانا عارف ان ده هيحمي التربه من الاروجن. when solar radiation falls on the surface of ocean water. لو لما السولار راديشن بيقع على الاوشن ووتر، ايه الفيجر اللي بيبقى شكله ادق؟ ديب اورنج يلو اند جرين لايتس بنتريت. انت عارف وانا عارف ان اول حاجه بتمتص بتبقى الورمي او الفايري كلر، يعني الريد اورنج اصفر اخضر وفي الاخر بيكون ازرق. فده امتص في الاول ثم ده ثم ده، دي تمشي دي ما تنفعش دي ما تنفعش دي ما تنفعش. فالاجابه يا دكتور هتكون ايه؟ What is the type of biodiversity that shown in the opposite figure؟ تعالى الاوبزيت فيجر اللي معايا، عندي شكل كلب قطه وفي فار وفي سمك وفي طيور. يبقى انا خد بالك عندي هنا biodiversity، هنا عندي نوعين، البايو هنا عندي نوعين، جيناتيك يعني كذا نوع من الكلاب، وعندي سبيشيس كذا نوع من السبيشيس. فهندور على diversity among special and genetic diversity. فالاجابه يا دكتور هتكون دي. The ratio between the humidity of sandy soil of the humidity to the humidity of the clay، ده القليل وده الكتير. ده يبقى القليل على الكتير، لما القليل فوق والكبير يبقى هو اللي تحت، قلت لكم يبقى الدنيا تقل خيرها، تبقى less than 1. يبقى الاجابه هتبقى B. Which of the following graphs represents the relation between vapor pressure of the solution and the amount of solution at temperature؟ كل ما الاماونت اوف سوليوشن ما بتزيد كل ما الفيبر بريشر بيقل. فالاجابه هتكون سي. The gas resulted from the reaction between nitrogen oxides and the hydrocarbons under the effect of sunlight. ده هيعمل حاجه اسمها يا صديقي السموج. طب السموج والاوزون والكلام ده كله كانت بتعمل ايه؟ تعال نبص. هل بتسبب ازمه؟ تمشي. هل ليها كونستنت برسنتج ان اتموسفير؟ لا. كوزز ذا نيرفس سيستم ديسربشن؟ دي ما تنفعش، دي لما بيكون الهيفي ميتالز. حلو. هيقلل السموج؟ لا ده بالعكس ده هيزود السموج. فالاجابه هتكون ايه؟ لو انت خدت بالك ان احنا لما بامتحان كده بدانا نحل اسرع. The opposite graph shows the relation between the liquid pressure at point inside the liquid and depth h from the liquid surface. The density of liquid equal. هو دلوقتي عايز الدنسيتي مع العلم ان جي ب 10. بص يا معلم، دلوقتي انا عندي هو مديلك ادي البي البريشر وادي الايه الهايت. قال لك لما البريشر كان ب 16 الهايت كان ب 2، ولما البريشر كان ب 32 الهايت كان ب 4، ولما التمبريتشر كان ب 48 الهايت بقى 6، ولما البريشر بقى ب 64 الهايت بقى 8. قال لك هنعمل علاقه بين اي واحده من دول، اي واحده بس لازم يكونوا ماشيين في نفس الايه، نفس السايكل. قال لك تعالى نجرب ال 16. قال لك لو افترضنا ان احنا عندنا الضغط بيساوي 16 في 10 باور 3، يبقى كده البريشر بيساوي رو جي اتش. ماشي. قال لك هو نفترض الاتش دي لما كانت 16 الاتش دي كانت ب 2 والجي دي كانت ب 10، وادي ايه الرو بيساوي يا دكتور 16 في 10 باور 3. قال لك هتودي دي الناحيه الثانيه هتبقى 16 في 10 باور 3 على 20 هتدي لك 800. بس انا يا دكتور حاسس ان الاجابه دي مش صح، ممكن نجرب واحده ثانيه. قلت لك فكك من ال 16، تعال نجرب ال 64. قلت له يا دكتور 64 في 10 باور 3 بيساوي رو في 10، وال 64 كانت نازله على ال 8 في 8. هتقول لي يا دكتور هتودي ال 8 في 10 ب 80، يبقى الرو بيساوي يا دكتور 64 في 10 أس في 10 باور 3 على كام؟ على 80. هيطلع لك برضو 800. فالإجابة هتكون برضو 800. Which of the following represent a real threat؟ خطر حقيقي for coral life in the aquatic environment. هل وجود البريديتور فيش؟ البريديتور فيش ملوش علاقة ان هو ده بياكل السمول فيش. هل نقص عدد اليوريت تشين؟ قال لك لا، ده زياده عدد اليوريت تشين هو اللي يقتل الالجاي او يقتل الكورال ريفز. هل زياده التمبريتشر؟ كل ما التمبريتشر ما تزيد هو اوريدي سنسيتيف تو تشينج او تو اني تشينج في التمبريتشر. خد بالك التمبريتشر كمان لما بتزيد بيقل الديزولفد اوكسجين، فالتنفس هيقل وهيقل السي او 2 برضو. فالمشكله في السيمتوماتيك
بكتيريا اللي جنبه برضه هيحصل لها مشاكل. فالاجابه الصح هتكون سي. decrease the thickness of soil horizon are formed from certain rock reputed to increase ايه؟ بيدل على زياده ايه؟ بص يا معلم، دلوقتي انا عندي ايه اللي بيزود السويل thickness؟ قال لك ان الفاكتورز بتاعت الويزرنج تزيد. زي ايه؟ زي مثلا البيولوجيكال ويزرنج، صح؟ التايم، كل ما التايم ما يزيد كل ما الدنيا تزيد. قال لك التشنجز، يعني كلايماتيك تشنجز، كل ما الكلايماتيك تشنجز تزيد مع التايم، كل ما التايم يزيد، كل ما البيولوجيكال تزيد، كل ما السويل سيكنس يزيد. طب افرض بقى السويل دي كانت قويه، يعني البيد روك بتاعتنا ريزيستنس، يقول لك دي هي الحاجه الوحيده اللي تقلل. قال لك الكلايماتيك افكت كل ما تزيد كل ما السيكنس ما يزيد، مش السيكنس يقل. خد بالك احنا هنا السيكنس بيقل، تبقى دي ما تنفعش. التايم برده ما ينفعش، كل ما التايم ما يزيد كل ما ينكريز. الليفنج اورجانيزم ما تنفعش. ذا هاردنينج ديكريز اوف ذا روك، فالاجابه هتكون دي. سؤال رقم 11. The opposite graph shows the change in the pH value of the agriculture soil over time, which is the time interval that follows the acid rain. acid rain يبقى ايه اللي حصل في البي اتش؟ البي اتش قلت. فين هنا المقياس اللي البي اتش قلت؟ قال لك من عند 1 اللي هو الكيرف ده، يبقى من عند 1 ل 2، من عند 1 ل 2 هيبقى بي. which of the following، هوبا يلا كده بتبوظ علينا، اقسم بالله كده بتبوظ. which of the following frequencies of the electromagnetic waves are reflected through the ionosphere layer؟ السؤال ده مش موجود غير في المعاصر، ان المعلومه دي اتذكرت في المعاصر بس، ان الايونوسفير كان ريفلكت الويفز اللي less than 30 ميجا هرتز، فالاجابه هتكون يا دكتور 12. which of the following gases mainly contribute the formation of the smoke and the considered the reason of global warming؟ عندك ال AR، ال O3، ال O2، ال N2، دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، دي ما تنفعش. الأدق هي ال O3، والأدق هتبقى ال CO2 برضو من الحاجات، فالإجابة الصح يا دكتور هتكون B. the two process in which the physical state، يعني ايه physical state؟ يعني يا liquid يا جاز يا solid of water in the same after the occurrence are directly are. الايفابوريشن والكونسنديشن والكوندنسيشن دي جاز ودي ليكويد، يبقى ما تنفعش. الترانسبيريشن والايفابوريشن دي جاز ودي جاز تمشي. كوندنسيشن وترانسبيريشن ده ليكويد وده جاز ما تنفعش. كونسنديشن والفريزنج ده ليكويد وده سوليد ما تنفعش، فالاجابه الصح هتكون سي. which of the following directly harm the human health؟ بيأثر على الانسان دايركت. هل الاوفر هانتنج اوف انيمالز؟ ملوش علاقه. هل الديزرتيفيكيشن اوف اجريكلتشر سويل؟ ملهاش علاقه، دي حاجه اسمها الايه؟ الفود سكيورتي. هل discharging in the industrial waste in rivers؟ دي صح، ان انا ارمي المخلفات في المصانع فهتعمل لك الميه هتبوظها لك. سي. هل الديفورستيشن؟ برضو ملهاش علاقه بالهيومن هيلث على طول، فالاجابه الصح هتكون سي. which of the following gases in the atmosphere has the greatest effect on the climatic phenomena؟ اكتر حاجه بتاثر على الكلايماتيك فينومينا يا شباب، لو انتوا فاكرين اكيد مش الاكسجين، مش الارجون، مش النيتروجين، كان الووتر فيبر. الووتر فيبر كان مسؤول عن الرطوبه، وكان مسؤول كمان عن فكره تكوين الامطار والكلاود فورميشن. يلا نشوف يا شباب السؤال اللي قراه بيقول ايه. ندخل يا شباب بقى على السؤال رقم 17 ونشوف السؤال رقم 17 بيقول ايه. The opposite figure shows a part of a food chain in the aquatic environment. السمكه الكبيره الشارك بتاكل السمكه كبيره، اللي بتاكل سمكه صغيره، اللي بتاكل حاجه صغيره، كلهم متعرضين للتسمم اكس. حلو، التسمم اكس ده جاي لك من ايه؟ ويست برودكت جاي من المصانع. كان المنسوب بتاعه قليل في السمك الصغير ثم كبير في السمك الكبير، وكان اعلى حاجه في السمك اللي هو الشارك. انا متخيل الويست اللي جاي من المصانع هتبقى كالسيوم اكيد لا، فوسفورس اكيد لا، مغنيسيوم اكيد لا، هتبقى ميركوري، ان هي عباره عن هيفي ميتالز.
In the life cycle of salmon fish, which of the following phases used to live in an aquatic environment of low osmotic pressure؟ احنا دلوقتي بنتكلم في اللو اوزموتيك بريشر وبتكلم في سلمون. اللو اوزموتيك بريشر ده يعني فريش ووتر، يعني الملح بتاعه قليل. فالفريش ووتر مين بيعيش في الفريش ووتر؟ هتقول لي يا دكتور الايجز واول ما بيتولد. هل الايجز اونلي؟ لا. هل ادلت سلمون اونلي؟ لا. هل يونج اند ادلت سلمون؟ لا. هتقول لي يا دكتور الايجز اند يونج سلمون. فالاجابه هتبقى سي. which the opposite figure shows the settling position of an egg placed in a quantity of fresh water. يعني دي فريش ووتر ماشي، وادي ايه البيضه موجوده في الفريش ووتر، موجوده في النص بتاع الفريش ووتر ماشي. قال لك زودت كميه كبيره من السولت فبقى فريش ووتر زائد سولت، فبقى بالنسبه لي سولتي ووتر. طب السولتي ووتر الدنستي بتاعته بتكون اعلى من الفريش ووتر. طب الدنستي ووتر لما الدنستي بتاعته تبقى اعلى، قال لك السولتي ووتر لما الدنستي بتاعته تبقى اعلى يشيل اكتر، التقيل يشيل الخفيف، فالبيضه بدل ما هي في مكانها البيضه هتبدا تطلع لفوق زيها زي الهيدروجرام، فتبقى ايه رايزز. Which of the following is from the reason of global warming phenomena؟ عايزين حاجه بسبب الجلوبال وورمنج الاحتباس الحراري. هل احتراق الفوسيل فيولز؟ تمشي. هل انيمال اوفر هانتنج؟ ملهاش علاقه. هل زياده الفوتوسينثيز؟ غلط، ده ديكريس الفوتوسينثيز. انك انت تعمل اندستريال ويست ووتر تريتمنت برضو غلط. الاجابه الصح هتبقى احتراق الفوسيل فيولز، ودي هتبقى الاجابه الاشهر. The ratio between the mass of ozone gas in stratosphere layer to its mass in troposphere layer. هتقول لي يا دكتور الماس اللي في الاوزون جاز يا صديقي ده كانت اصلا دي الاوزون لاير اللي موجوده في الاستراتوسفير، اكيد اكتر من التروبوسفير، فاكيد الماس على الماس ده ستراتو وده تروبو، اكيد ده هيبقى اكتر، فهتبقى يا دكتور greater than 1. What result from the repeated cultivation of rice crop that required large amount of water؟ يبقى انا عندي amount of water كبيره، large amount of water، ومونوكروب. هتقول لي يا دكتور المونوكروب هيقلل لي النيوترنت. طب واللارج اماونت اوف ووتر ايفابوريشن واسمه ايه ده والريجيشن يعمل لك حاجه اسمها سالينيشن، فهتزيد السالينيتي وهيقل كميه النيوترنت. الاجابه هتبقى سي. when spraying lime fertilizers ده الكالاين on chemically neutral soil. النيوترال سويل دي كانت 7، اكيد لما هحط لها الكالاين هتبقى اكتر من 7، فالثلاثه مش هتنفع، السبعه مش هتنفع، الخمسه ونص مش هتنفع، كل دول يا اما اسيد يا اما نيوترال، فالاجابه هتبقى 8 اللي هي سي. بيقول لك which column in the opposite graph shows the correct relationship between the ratio of pore size of sandy soil to percentage of water retention. هتقول لي يا دكتور كل ما البورز ما تزيد كل ما قدرة الريتنشن تقل. العلاقة انفرس. تعالى بقى نشوف مين فيهم اللي كده. هنا البورز قد الووتر ريتنشن، لا. هنا البورز صغيرة والووتر كتيرة، غلط. هنا البورز قد الريتنشن بس صغيرة، هنا البورز كتيرة والووتر قليلة، فالإجابة هتبقى بي. Which of the following is an example for structural adaptation in aquatic living organism؟ ايه من دول بيعتبر مثال للاكواتيك ليفنج اورجانيزم كستراكشر؟ هل السلمون ميجريشن؟ اكيد لا. اكيد انكريز الريسبيريشن افشنسي، ده كده فيسيولوجيكال. السويم بلادر تمشي. الفينم سكريشن ده برضو فيسيولوجيكال. السويم بلادر كانت واحده من الستراكشر ادابتيشن اللي هم كانوا 4، كانوا فينز وجيلز وكان البادي ستريمد لاين وكانوا السويم بلادر في البوني فيش. كومبير بتوين الوود فروج والانتاركتيك ايس فيش والستورني ديفل lizard according to the way to adaptation with the temperature of the environment. هتقول لي يا دكتور الفروج ده بتاع الجلوكوز بحرف الجي، انتاركتيك كان انتي فريزنج هرمونز الاي ان تي، والستورني ديفل ليزرد ده كان بيابزورب المويست من الساند ومن الجو ومن الاير ويترن تو ذا شانلز تو ميك ذا تانج هايدريتد، وكان بيسيك فور الشادو ايه ارياز المناطق الظليله. What is the followed strategy to protect the threatened species with extinction؟ عايز 2 examples are enough.
هنشغل المحميات الطبيعيه، هنعمل حاجه اسمها البريدنج كابيتيف او كابيتيف بريدنج بروجرام، وهزود التوعيه وهسن القوانين والكلام اللذيذ ده كله. give reason for the death of many forest trees that their soil have low pH. low pH يعني حصل لها اسيد، والاسيديك رين كانوا بيضروا التورست ازاي؟ قال لك عشان كانت بتزود الريليز اوف توكسين او الومنيوم توكسينز. خلاص يا شباب احنا قربنا نخلص. مسألة بتقول لك a piece of aluminum of a mass 0، انت عندك ماس 1 بتساوي 0.025 ماشي، and temperature T1 بتاعتها بتساوي 100. was thrown in amount of water، الماس بتاعت الM2 اللي هي الماس بتاعت المية كانت بتساوي 0.0064 دي 0. حلو. التمبريتشر and the temperature in Celsius T، يعني التي 1 انا مش عارفها ماشي. so the final temperature بتاعت الاتنين 40، يبقى التي 2 بتساوي 40 ماشي. لو قلت لك ان السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر والسبيسيفيك هيت بتاعت الالومنيوم 4200 و897 على الايه، على الترتيب ريسبكتيفلي، ممكن تقول لي ثانيه واحده، افتح يا عم افتح ما تصورناش بقى. ممكن تقول لي عايز التي 1 بتاعت الميه هتبقى ايه؟ طب تعالى نحل كده المساله. كنا يا شباب بندور على القلم والحمد لله لقيناه، فتعالى نبدا نفتكر. المساله كانت بتقول لك ان الام 1 او الام الومنيوم كانت بكام؟ كانت بزيرو كده. حلو. وكانت التي 1 بتاعت الالومنيوم كانت بكام؟ ب100 صح كده. وكانت التي 2 الفاينل بتاعنا كان بكام يا شباب؟ معلش انا نسيت. التي 2 يا دكتور كانت ب40. التي 2 يا دكتور كانت ب40. فين المساله؟ فين الجزء اهي؟ والتي 2 بتاعتها ب40 ماشي. حلو. وقال لك السبيسيفيك هيت بتاعتها كانت ب897 ماشي. حلو قوي. ايه حلو قوي الجزئيه دي. طب وقال لك الووتر بقى اللي انا رميتها، قال لك الووتر الام بتاعتها بتساوي 0.64 ماشي. والتي 1 بالنسبه لي unknown. طب والتي 2 قال لك ده الفاينل دي ال40. وقال لك السي بتاعتها بتساوي كام؟ 4200. قال لك انا عايز التي 1، يعني انا من الاخر عايز الدلتا تي علشان اعرف اجيبها. قال لك كميه الحراره المكتسبه بتساوي كميه الحراره المفقوده. قال لك تعالى اجيب كميه الحراره المفقوده الاول. كيو ثيرمال تساوي ام سي دلتا تي. الام بكام يا دكتور؟ ب 0.25 في سي اللي هي 897 لا 97 معلش 97 في الدلتا تي اللي هي 40 ماينس 100 ماشي. طلع الآلة زي الشاطر. ادي الآلة. صفر الآلة. قول لي يا دكتور 0.025 تايمز 897 تايمز نيجاتيف 60 يساوي 1345 وايه ونص ماشي. دي جول. يبقى انت كده قصدك ان الكميه دي بتساوي الكميه دي، يبقى الكيو ثيرمال بتاعت الووتر بتساوي 1345 ونص. دي بتساوي الام سي دلتا تي. الام بتاعت الووتر بكام يا شباب؟ تقول لي يا دكتور ب 0.064 تايمز 4200 تايمز الدلتا تي. تقول لي يا دكتور الدلتا تي سهله جدا، هجيب دول تحت بالديفايدد هتساوي 1345.5 على 4200 في 0.064 هتساوي معاك يا دكتور 5 لما تجربها بالآلة. تقول لي يا دكتور الدلتا تي بتساوي 5. طب الدلتا تي بتساوي ايه؟ هتقول لي يا دكتور بتساوي تي 2 ماينس تي 1. يبقى تي 2 ماينس تي 1 كانت ب5. طب التي 2 كانت ب40 بتساوي 5 ناقص تي 1. يعني 5 بتساوي 40 ناقص تي 1 تودي
التي 1 الناحية التانية وتجيب الأربعة هنا، هتبقى التي 1 بتاعة المية كانت ب35. كده يا شباب تبقى دي المسألة بتاعت دي، هتبقى التي 1 ووتر كانت ب35. The following diagram represents the aquatic food chain. بيقول لك what is the effect of decreasing level of dissolved carbon dioxide. فالكربون دايوكسيد لما هيقل ايوه شاطر، هيقل الفوتوسينثيز والفوتوسينثيز لما هيقل هيحصل disturbance في الفود تشين، فهيحصل imbalance in ecological balance. وبكده يا شباب نبقى وصلنا لاخر سؤال في الفيديو بتاعنا، وكده يا شباب نبقى حلينا اول 3 امتحانات في المعاصر. اتبقى امتحانين تستناهم ان شاء الله، هنشوفهم على اليوتيوب. اشوفكم يا شباب في الفيديو اللي جاي، ونستعد لاقوى ليله امتحان باذن الله. وعايزكم تفتكروا في اخر الفيديو، انا في ناس كتيره ما شفتهاش منكم، عايزكم تفتكروا ان انا برضو بحبكم جدا 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 جدا، واتمنى ان شاء الله تبعتولي واشوفكم. مع السلامه يا شباب.